دايما كنا نسمع ونقرا على حيطان المدارس ان الرياضة بتأدب النفس، وبتقوم الاخلاق وبتهذب الروح والكلام الحلو والجميل ده كله. بس مؤخرا مع محمد عبد المنعم، المفروض لعيب كبير بيلعب في اكبر اندية افريقيا في اكبر اندية مصر، لما يجيب جون زي ده ويعمل اللي هو عمله، كده الرياضة ما بقتش بتهذب النفس وما بتهذبش الروح، وتبقى فقدت معناها، يعني اللي احنا كلنا بنحاول نوصله. بس الغريب في الموضوع مش اللي هو عمله، الغريب على الاهلاوية اللي كانوا عايزين ياكلوا شيكابالا، وكانوا هايجين وزعيق وخناق وايه. واول ما الموضوع جه في محمد عبد المنعم في الاهلي قال لك على نياتكم ترزقون، واينو يقول لك الولد كان مصاب في بطنه، انتوا مش لاقيين حاجات تتكلموا عليها، انتوا فاضيين. وهو اكل العيش في الاهلي كده، ابقى معاه في الغلط والصح. شايفك انت بقى تيجي تقول لي طب ومصطفى شلبي، انت عشان زملكاوي مش تتكلم عن مصطفى شلبي؟ انا بلوم على مصطفى شلبي ان هو عمل هوس للجمهور، وكنت ناوي انفخه واقطع فيه، لان الحركة التانية انا فكرت فيها زي ما كلكم فكرتوا فيها، وكنت اقول ان الاتنين لازم يتوقفوا سواء من الاهلي او من الزمالك. بس هوريكم الفيديو دلوقتي اللي يبرئ مصطفى شلبي، وان هو فعلا كان بيخبط على صدره وبيقول لهم انا هنا، ما تتكلموش، انا هنا. فزي ما انت شفت يا عزيزي، اكيد مش بيقول للكابتن فرقته والزمايل واللعيبه وبيشاور لهم الحركه اللي في دماغك، وان هو بيقول فعلا انا موجود وانه بيثبت نفسه. فاتمنى ان احنا ما نشوفش الحركات دي، واتمنى ان احنا نشوف مبادئ الاهلي هتنتصر، ولا عبد المنعم اللي هينتصر بالكدمه اللي في اسفل بطنه. وحابب افكرك بحاجه غريمي، ان وقت ما الزمالك لعب نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية كسبنا النهائي وقابلنا الترجي في السوبر. هل هنقابل الترجي تاني في السوبر، ولا نعمل سوبر افريقي بذكريات ايمن منصور؟ خلينا نشوف الايام الجاية، وبتمنى دعم اخواتي الزملكاوية.